يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة مشوية في البيت وبخطوات سهلة وبسيطة. تعملي كفتة الحاتي في البيت أحلى من أي مكان هتاكليها فيه بره. هتطلعيها طرية وجوسي، مش هتكش منك ولا تفك ولا تفرفت. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. هتطلعيها ناجحة وجميلة، وكفاية انك ضامنة اللحمة اللي معمولة منها. ولكل كيلو لحمة مفرومة هحتاج عدد 2 بصلة متوسطة الحجم متقشرة ومغسولة كويس، عدد فلفلاية رومي مغسولة متنضفة من البذر اللي جواها، نص فلفلاية حامية. لو بتحبي الحاجة مشطشطة هتحطي فلفلاية حامية كاملة. هقطعهم مكعبات صغيرة، وفي الكبة أو محضرة الطعام هنزل بالبصل والفلفل الرومي والفلفل الحامي، وابدأ أضربهم في الكبة وانزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم. ده بيساعد البصل إن هو ينزل كل المية اللي فيه ويتفرم ناعم جدا. نعمت البصل والفلفل هنزل بيهم في مصفى ضيقة وابدأ أعصرهم كويس، وهنشف البصل كويس جدا من أي عصير فيه. ولكل كيلو لحمة مفرومة هتضيفي 100 جرام من الدوش، بتجيبيه من عند الجزار. حطيه في الفريزر فترة كافية انه يتجمد معاكي كويس عشان يتبشر بسهولة. وتوابل كفتة الحاتي معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان الكفتة تحتفظ بحجمها وما تكشش معايا. معلقة صغيرة ملح، وخلي بالك ما تكتريش في الملح لان احنا حطينا على البصل وهو بيتفرم حطينا معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص معلقة صغيرة من كل من توم باودر، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل بودرة، ربع معلقة صغيرة من القرفة الناعمة. وفي الكبة هنزل بتفل البصل وهضيف له كل البهارات اللي جهزناها مع بعض. وممكن تزودي معلقة كبيرة من بهارات كفتة الشوي، سواء الأكياس الجاهزة اللي موجودة أو البهارات السايبة اللي ممكن نشتريها من عند العطار. وهنزل عليهم ب100 جرام من الدوش اللي بشرناه ناعم. هضرب كل المكونات دي مع بعض واخليها تمتزج كويس جدا، وده بيكون الأساس اللي ببني عليه كفتة الشوي بتاعتي. هضرب الخليط ده كويس جدا واضيفه على كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهن، ما تكونش لحمة مفرومة حمراء خالص. وهعجن بإيدي لحد ما أتأكد إن كل المكونات امتزجت مع بعض كويس جدا. وعلى قد ما تقدري ادي الخطوة دي حقها، عجنيهم كويس جدا عشان كل المكونات تمتزج مع بعض. هقسمهم على أجزاء، وكل جزء هحطه في الكبة ياخد وش فرم تاني عشان أنعم اللحمة كويس جدا وتمتزج حلوة قوي مع كل المكونات، تديني صباع كفتة ناعم جدا. هجهز الكمية كلها بنفس الطريقة واحطها في طبق واغطيها كويس واحطها ترتاح في التلاجة ساعتين. وهبدأ في تشكيل الكفتة. هجيب شبكة وهحط تحتها صفر طبق، وهحط فيه معلقتين كبار من زيت الطعام. عصاية تشكيل كفتة، ودي ممكن تشتريها من أي محل الأدوات المنزلية، وممكن برضو تشكلي على السيخ الحديد اللي بيجي مع فرن البوتاجاز. أهم حاجة الأداة اللي هتشكلي عليها الكفتة تدهنيها كويس جدا بالزيت، وبالفرشة هندهن شبكة الفرن اللي هنحط عليها الكفتة كويس جدا بالزيت. هتشكلي بإيديكي أو لابسة جلافز، هندي مسحة خفيفة من الزيت. هتشكلي صوابع الكفتة على طول أو توزنيها الأول وبعدين تشكليها، فده على حسب رغبتك الشخصية. في ناس تحب صوابع الكفتة كلها حجم واحد فبتوزنها الأول وبعدين تبدأ تشكلها، وفي ناس تحب صوابع الكفتة مقلبظة كده ومدملكة فتروح عاملاها قطع كبيرة وتبدأ تشكل على طول. صباع الكفتة أخد شكله المتناسق الجميل، بخرجه من أداة تشكيل الكفتة وأحطه على الشبكة. لو تشكيل الكفتة ما بيظبطش معاكي هتفردي كرة اللحمة على أداة التشكيل وتخرجيها منها وتدحرجيها على الشبكة بحيث إن هي تاخد التجزيعات اللي موجودة في الخطوط بتاعة الشبكة. هتديكي شكل حلو جدا، أحلى من الجاهز بكتير، وسهلة جدا وبسيطة. بصوا شكلها والتجزيعات اللي فيها شكلها قمر إزاي، ومش هتاخد منك وقت خالص. هجهز الكمية كلها بنفس الطريقة وارصهم جنب بعض. ومن عصير البصل اللي جهزته في أول الفيديو هحتاج نص كوباية، احطها في طبق صغير هنزل عليها
بنص معلقة كبيرة من الصلصة، نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة بابريكا. هقلب كويس جدا، وبالفرشة هدهن الوش الفوقاني للكفتة. الحركة دي هتديها لون وطعم مميز، هتخلي الكفتة جوسي جدا. هسخن فرن البوتاجاز كويس جدا. ضروري ان الكفتة تدخل فرن حامي عشان تاخد صدمتها، تحتفظ بالعصارة بتاعتها وتبقى جوسي وطرية. وفي الرف الأوسط على درجة حرارة 180 هسيب الكفتة لمدة ربع ساعة. بعد كده هطلعها، هقلبها على الوش التاني، وبالفرشة هديها دهنة محترمة من خليط البصل والملح والفلفل عشان يخلي وشها بيلمع وطعمها مميز وخطير. وارجعها الفرن تاني واسيبها برضو من 12 ل 15 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن عندك. وشوفوا لي بقى الجمال، صباع كفتة متماسك مفكش مني، في نفس الوقت محتفظ بالعصارة بتاعته جوسي. شايفين العصارة اللي بتطلع منه؟ طري جدا، طعم وريحته خطيرة. وهنفرش له طبقة من البقدونس مع طبق سلطة الطحينة، طبق مرن جدا جنب رز بسمتي شغال، جنب شوية مكرونة مش هيقول لأ، في عيش تورتيلا. يا لهوي على الجمال، حاجة كده من ورا الخيال. الكفتة بالطريقة دي محدش هيقدر يقاومها، طعم وشكل ولون، يا على الجمال، حاجة كده تحفة. كل صباع بفتحه عشان اوريكم قد ايه هو جوسي. انسوا، ما بيرجعش الطبق تاني، بينزل في بير ضلمة. وما اسمعش حد يقول ان الكفتة الجاهزة احلى من المعمولة في البيت. الكفتة المشوية في البيت أحلى وأطعم وأنضف بكتير من الجاهزة. جربيها، هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.